هنعمله ازاي؟ لازم يكون عندك علبة او 2 من الجيلي بالطعم اللي انت حباه، سواء كان بقى فراولة او مانجا او اناناس او موز او خوخ او مشمش. طبعا ما شاء الله طلعوا دلوقتي طعوم بطعم البطيخ وطعم طعوم كتير جدا يعني موجودة دلوقتي في السوبر ماركت والمحلات. والمهلبية كلنا عارفين انها نشا وحليب وشوية سكر، خلاص كده خلصت الدنيا. والموضوع سهل وبسيط، بس عملت حاجة حلوة للولاد ورطبت على القلب في نفس الوقت. انتوا عارفين ان الجيلي بنعمله ازاي؟ بنحط مثلا هنا كوباية من المية الدافية او السخنة في اناء، وبعدين ببدأ انزل فينا ايه الجيلي بتاعي. انا هنا علشان هعمل الطبقتين مع بعض لازم يكونوا متماسكين عشان يبقوا صلبين زي ما انتم شفتون في اول فيديو. فحطيت معلقة من الجيلاتين وبدأت اقلبها في المية الدافية الاول. ما عندكيش معلقة الجيلاتين دي مفيش اي مشكلة خالص برضو، هيبقى كويس قوي، ولكن قللي